اللاعب إبراهيم دياز الذي رفض اللعب للمغرب يتلقى صدمة كبيرة. أهلا بكم في قناة ميدينا سبور. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعلن مدرب إسبانيا لويس دي لافونتي اليوم الجمعة عن القائمة النهائية لمنتخب لاروخا. القائمة شهدت غياب إبراهيم دياز لاعب AC ميلان الإيطالي عن القائمة النهائية، وكشفت مصادر مطلعة أن إبراهيم دياز يعيش صدمة بعدما كان يعول على تمثيل المنتخب الإسباني. وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن دياز لعب ورقة تمثيل المنتخب المغربي من أجل الضغط على الطاقم التقني للمنتخب الإسباني من أجل استدعائه، لكن ذلك لم يحدث. للإشارة فإن الناخب الوطني والباقي لم يطوي صفحة دياز، وأن اللاعب ما زال مرحبا به من أجل تمثيل المنتخب المغربي مستقبلا. وشهدت لائحة وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تواجد 7 لاعبين جدد للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام البرازيل والبيرو نهاية الشهر الجاري. وجرى استدعاء هؤلاء اللاعبين وفق ما أكده الركراكي من أجل استئناس اللاعبين الشباب مع المنتخب الأول ومنحهم الفرصة لاحتكاك مع لاعبين موندياليين نجحوا في تحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم المغربية. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.